إذا ذهبت لليابان، أكثر مكان في العالم كله تحدث فيه الزلازل، ستجد الأبراج الشاهقة جدا تتراقص، كأن الأبراج مصنوعة من المطاط أو الكرتون. فلك أن تتخيل أن اليابان يحدث فيها أكثر من 1500 زلزال سنويا. نعم، 1500 زلزال سنويا، ولا يحدث أي أضرار تذكر، ولا أي انهيارات في المباني، ولا أي فقدان للأرواح، إلا لو حدث زلزال ضخم جدا بدرجة تصل ل8 درجات ريختر أو 9، فالدمار حتى لا يحدث بفعل الزلازل نفسها، ولكن بفعل موجات التسونامي التي تأتي من البحار والمحيطات. فاليابان قد وفرت بنيتها التحتية ومبانيها الشاهقة بطريقة علمية معقدة تجعل المباني مضادة للزلازل بشكل لا يصدق ولن تتخيله. سيتمايل البناء يمينا وشمالا دون أن ينهار أو تحدث أي تصدعات أو انهيارات. رهيب، أليس كذلك؟ وإن لم تكن هذه الأبنية مضادة للزلازل كانت ستفقد اليابان يوميا مئات الأرواح حرفيا. فلو حدثت كمية الزلازل التي تحدث في اليابان في أي دولة عربية، سيموت شهريا من انهيارات المباني آلاف الأشخاص حرفيا. وهذا ما تقوم به عدة دول معرضة للزلازل، مثل دولة تشيلي والتي تتعرض لعدد كبير من الزلازل سنويا، فبدأت في بناء مبان مضادة للزلازل في محاولة لإنقاذ الأرواح ولا تنتظر الكارثة لتحدث مثل ما تفعل كل دول العالم الآن. هذه المباني تعتمد على معايير دقيقة ومعقدة طورها العلماء على مدار عقود طويلة، وذلك مثل فصل البناء عن الأرضيات بقاعدات مرنة للغاية، فحينما تهتز الأرض بفعل الزلازل يبقى البناء أكثر استقراراً بشكل كبير. ويتم تطوير هذه الطريقة من نظام امتصاص الصدمات في السيارات، ولكن بشكل أكثر تعقيداً وباستخدام مواد وتركيبات هندسية معقدة. ثم يصمم نظام تصريف مياه عالي المستوى جداً، حيث يحافظ هذا النظام على تصريف المياه المستخدمة في الشقق والمباني بشكل أكثر سلاسة، يضمن عدم وجود مياه متسربة تتسبب في إضعاف المبنى وأساساته، بل أن مواد البناء هناك تم تطويرها بشكل متطور للغاية، وذلك ليضمن أن تبقى المباني تواجه عمليات التحلل والتفسخ بفعل الهواء والأمطار وتغيير الجو. فمباني أي دولة في العالم على سبيل المثال تبدأ في التحلل بعد 100 عام على أكثر حد. أما اليابان فلن تتخيل، فقد توصلوا لمواد وطرق بناء معقدة تجعل المباني لا تتحلل ولا تتفسخ إلا بعد مرور أكثر من 1000 عام. فوحدها اليابان لو حدثت كارثة ستبقى مبانيها لمئات ومئات السنين. فتخيل أن دولة يحدث فيها 1500 زلزالا سنويا، أي أنك ستشعر بحوالي 3 إلى 4 زلازل يوميا فقط، ولا نسمع عن أي خسائر في الأرواح إلا حينما يتجاوز الزلزال حدود العقل. فزلزال سوريا وتركيا كان بدرجة 7.4 ريختر، وفي عام 2011 حدث زلزال مدمر في اليابان بدرجة 9 درجات ريختر. ولك أن تتخيل أن هذا الزلزال على هذا المعدل هو أقوى من زلزال تركيا وسوريا ب3 مرات، ولم يحدث شيئا وقتها إلا حينما وصل الأمر لكارثة كبرى بشكل غريب، فلم تنهار المباني ولم تتضرر أصلا، ولكن الكارثة كانت ارتفاع منسوب البحر موجها تسونامي مرعبة بطول 12 متر، أي بطول 3 طوابق. ثم أدى هذا الانصهار مفاعل فوكوشيما اليابانية، وكانت موجات التسونامي المدمرة والقاتلة أكثر من الزلزال، والتي قتلت أكثر من 15,000 إنسان وقتها، في حين أن عدد الأشخاص الذين ماتوا بفعل الزلزال لم يتجاوز 50 شخصا. لذلك طورت اليابان نظام إنذار مبكر من موجات التسونامي يساعدها على إجلاء ملايين الأشخاص في أقل من ساعة واحدة. تسبب هذا الزلزال المدمر في تغيير سرعة الأرض كلها وقتها، فتخيل أن زلزالا بهذا الحجم لم يقتل إلا 50 شخص لولا موجات التسونامي. ومع تحول منطقتنا العربية لمنطقة زلازل، هل ستبدأ الدول العربية في اتخاذ احتياطاتها للسنوات القادمة، أم سيتجاهلون ويتجاهلون ويتجاهلون حتى تحدث الكارثة؟